السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد حليمي يحييكم من هنا من مدينة أسفي. ضربة جزاء أم ليست ضربة جزاء في مباراة القمة بين المنتخب المغربي والمنتخب التنزاني. المنتخب المغربي كان قويا أداء وحضورا وكان عملاقا. المنتخب التنزاني لو أن اللاعبين ركزوا قليلا وتعاملوا مع بعض المواقف بتريث لما فزنا على تنزانيا باكثر من 3 اهداف، ولكن هذه كرة القدم وهذا حظنا في هذه المباراة، مباراة التونس. لكن المضحك هو ان بعض التوانسة، بعض المصريين، بعض الجزائريين، بعض العرب كانوا ينتظرون هفوة وسقوط المنتخب الوطني المغربي ويمكرون يمكر الله، ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى حفظ المغرب والمغاربة من نكسة ومن من أمسية حزينة. الحمد لله فرحة لا مثيل لها، واستطعنا أن نخرج بهذه المواجهة بنتيجة التفوق والتأهل إلى ربع النهاية. وهذه رسالة إلى كل الحاقدين والحاسدين للمغرب ولكرة القدم الوطنية المغربية. أقول للجزائريين، أقول للتونسيين، وأقول للمصريين: هل نسيتم المؤامرات التاريخية التي تآمرتم فيها مع الحكام ضد بعض الفرق المغربية ومع المنتخبات المغربية؟ أذكركم بالمباراة التاريخية للعملاق البيضاوي الرجاء البيضاوي أمام نادي الترجي في رمضان، عندما أراد الحكم الإفريقي أن يقصي الرجاء في هذه المباراة، ولكن الله عز وجل نصر الرجاويين وفازوا بالكأس من قلب تونس. حتى الجزائريون مباراة أخرى تآمروا مع الحكام. المصريون، هل نسيتم الحكم المصري الذي أراد أن يحرم فريق جمعية الحليب من الكأس العربية بعدما أخذ أموال كثيرة من الفريق الخصم؟ هل نسيتم الحكم السوداني الذي لم يعلن عن ضربة جزاء لاعتصام الزلزال ضد جنوب أفريقيا؟ هل نسيتم التحكيم العالمي الذي حرم بوفال من ضربة جزاء أمام المنتخب المصري، وكذلك التحكيم الذي حرم المنتخب المغربي بوفال أيضا أمام المنتخب الشيلي؟ كل هذه الأيام وهذه اللحظات ما زالت خالدة في ذهني وفي ذهن المحبين والعاشقين لكرة القدم المغربية. أقول مرة أخرى للتونسيين وللجزائريين وللمصريين وللعرب: كفاكم كفاكم هذه التصرفات. بعض الناس كانوا نائمين، ولكن بمجرد ما سمعوا الشك في ضربة جزاء أصبحت التعليقات كثيرة والفيديوهات. ولكن أقول لكم: المغرب إن شاء الله سيفوز بكأس أفريقيا، أحب من أحب وكره من كره. أقول السيد وليد الركراكي يطلب من اللاعبين التريث وأخذ الحذر والتأني في كل محاولة وفي كل فرصة أمام الحارس الكاميروني، لأن الدفاع الكاميروني دائما يمشي بسرعة. نقولوا احنا بالدرجة العامية ديالنا إذا كروشيتيه كيمشي دغيا، كيمشي ساهل، كيمشي. وشاهدنا ذلك في مباراة الجنوب افريقيا. جنوب افريقيا لو حضرت التأني والهدوء لا فازت في هذه المباراة، ولكن هادو هما المهاجمين ديال جنوب افريقيا ضيعوا فرص كثيرة. وفي الختام أسأل الله عز وجل وأدعوه وهو السميع المجيب بأن ينصر المنتخب المغربي إن شاء الله والمغاربة ويسعدهم بهذه كأس أفريقيا حتى تبقى في المغرب إن شاء الله. وما عندي لأهديه لأمير المؤمنين من هذه المدينة حفظه الله وشفاه وطال في عمره في هذه الوردة الجميلة التي جادت بها الأرض بعد هذه القطرات، قطرات الغيث التي كانت من سماء الرحمن على أرض الرحمن هنا في أسفي. وهدية مني إلى كل أفراد الأسرة العلوية الشريفة وإلى السيد وليد الركراكي وطاقمه ولكل اللاعبين. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. سعد حليمي أحييكم. أقول للتونسيين والمصريين والجزائريين وكل العرب والأفارقة: شاهدوا المباريات والتزموا الصمت، لا نريد منكم شيء. شاهدوا المباريات والتزموا الصمت وقولوا سبحان الله ما شاء الله. المغرب أقوى منكم وسيبقى على ذلك حتى يرثي الله الأرض ومن عليها. نحن شعب زوين وكرم ومدباف، ومرحبا بكم
في اي وقت، واخا كتقلبوا وجهكم. اللهم اغفر لمن ظلمني. سعدوا حليمه استودعكم الله يحفظ الملك ويحفظ المغاربه. السلام عليكم ورحمه الله والصلاه والسلام على رسول الله. حد موفق المغرب ان شاء الله يفوز بكاس القناه في المغرب. الى اللقاء.